السلام عليكم يا احلى مشاهدين في الدنيا واحلى ناس في الدنيا دي كلها. النهارده هنعمل وصفه بسيطه ازاي احنا بمعلقتين لحم بس هنعمل وجبه غدا او عشاء. طبعا فطار هتبقى كبيره على الفطار. معانا هنا نص كيلو من الدقيق وكوبايه من الميه الدافيه وعليها 3 معالق من السكر وكيس خميره اللي هو بالظبط ما يعادل 7 جرام، ما يعادل بالمعلقه معلقتين خميره. معانا هنا على الدقيق 3 معالق زيت ومعلقة صلصة أو كاتشب اللي متاح عندك. هننزل بكل الخميرة اللي احنا حطيناها وهنعجن بمية دافية. نعجن العجينة كويس جدا جدا جدا، ومعلش مع الدقيق كمان ذرة ملح، وهنبتدي كده نحطها على جنب لغاية اما تخمر. هنجيب بقى معلقتين الملح معلقتين اللحمة أنا آسفة اللي احنا قلنا عليهم. تمام كده، معلقتين لحمة عليهم معلقة سمنة، شوية فلفل، شوية بصل، شوية طماطم، بالنسبة للبهارات شوية كمون وشوية فلفل وبس، وحبة الملح طبعا بالقيمة كده. نيجي بقى عجينتنا اتخمرت وبقت جميلة، هنبتدي ندهن طبقة من الزيت بسيطة قوي ونفرد عليها عشان العجينة بتاعتنا ما تلزقش. هتفردي على انت عايزاها اتخن من كده مفيش مشكلة. كل ما ترققي كل ما يبقى السندوتش معاكي خفيف كده ورقيق. انا عايزاه خفيف ورقيق، مش عايزاه العجين كتير. تمام، يبقى عامل زي العيش، لا انا عايزاه يبقى خفيف كده عامل زي العيش البلدي العادي. ابتديت كده اعمل واحدة واتنين وتلاتة عشان اوريكم. عملت واحدة وهحط التانية اهوت، هبتدي اقفل عليها كويس واحطها في الصاج. وطبعا الصاج او الصينية بتاعتك تكون طبعا مدهونة بدهنة من الزيت لعدم التلزيق. طبعا في ناس هتقولي ما بحبش ادهن على الوش بيض، هقولك على خلطة سحرية تدهني بها هنتكلم الوش على بس ايه؟ للحوادق بس. بتقولي معانا هنا معلقة من الكاتشب او الصلصة، خففتهم بنسبة مية بسيطة بتقولي جدا ايه؟ جدا جدا. هبتدي كده اقلبها وادوبها وابتدي ادهن بها الوش. خمر للمرة التانية تمام قوي. هدهن بقى كده وهخش على فرن متسخن على اخر درجة عندك وهتحطيه ويبقى كده تمام قوي. هياخد لون حلو ويطلع معاكي كده. طلع وبقى بمنتهى اللذاذة، جميل جدا. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسينيش في تعليق حلو منك ولايك، واتمنى ان كل الفيديوهات اللي انا بحطها تكون ان شاء الله بتعجبكم، وكل تعليق بتحطولي ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، وان شاء الله يكون بكرة احسن واحسن. واشوفكم